السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخواني، صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم عليه. الله يسعد أوقاتكم كل خير يا متابعيني ويا أحبابي الكرام، بارك الله في الجميع. اليوم جايب لكم علاج عن التجعدات في الوجه وفي الرقبة وفي اليدين والقدمين، وخاصة أنصح فيها كبار السن. نعم، فالوصفة هذه مجربة يا أخواني يا أحبابي الكرام. نعم، يجيب 3 حبات من ورق الغار أو 4 ما يخالف، يكسرها ويدقها، ويجيب طبعا يحطها في صاج، ويجيب 3 ملاعق أو 4 من الماء المفوتر زي كذا. نعم، ويحطها في الصاج كذا، ويشغل عليها نار هادية، ويحركها 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 لين تروح الماء. ثم بعدين يجيب نص فنجان من زيت الزيتون المقلي عليه، نفس كذا. فهمتوا يا أحبابي؟ نعم، ويكبه في الصاج كذا، ويحرك 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 لين يغلى الزيت. ثم بعدين يطفي عليه ويخليه على جنب لين يبرد. ثم بعدين يحطه في علبة، تكون العلبة ما هي شفافة، تكون العلبة غامقة قزاز. نعم، ويصب الزيت، طبعا يصفيه، يشخر كذا ويصبه ويدهن فيه عند النوم. نعم، يدينه، وجهه، رقبته، أرجل. نعم، بإذن الله بشيء السميع مدة 2 أو 3 ما يشوف أثر التجعدات نهائي. نعم، فلا تنسونا من صالح دعواتكم الصادقة الصالحة لي والوالدين. والله ما بي يا أخواني يا أحبابي الكرام إلا الدعاء، بارك الله فيكم ورعاكم. فلا تنسونا من صالح دعواتكم، بارك الله فيكم ورعاكم. في القادم أحلى وأجمل بإذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.